وهنا بقى ودلوقتي هنشوف بقى التعليقات اللي بتهاجمني انا شخصيا. اول واحد معانا الاستاذ رمضان عبد المنعم بيكتب بقى وبيقول ايه: المجتمع الفاسد هو ان ازاي الدولة سايباك على الشاشات وانت من اكبر مناصري الاخوان الارهابيين، وكنت بترفع شعار رابعة واسلوبك وطريقة كلامك طريقة الاخوان. ومش بس كده، ده حاطط هاشتاج ايه: مباحث الانترنت، وزارة الداخلية، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طب خلينا ناخد الجزء اللي فوق بعد كده نشوف الجزء اللي تحت. انت بتسأل ازاي الدولة سايباني بطلع كل ده على الشاشات، بعيدا ان انا طلوعي مش كتير وفي ناس بتعمل كوارث وبتطلع اكتر مني، ولكن مش مشكلة، ارمي دي على جنب. انا شايف ان انت ذكي والاي كيو بتاعك عالي جدا لدرجة ان انت تفوقت على كل اجهزة المخابرات اللي في الدولة وطلعت اذكى منهم، وعرفت ان انت تكشفني وقلت معلومة انا ما كنتش اعرفها عن نفسي. يعني انت قلت ان انا من اكبر مناصري الاخوان الارهابيين وكنت برفع شعار رابعه واسلوبك وطريقتك مش عارف ايه. طب انا بتحداك يا استاذ رمضان، وبتحدى اي حد على شاكله هذا الرمضان، لو جبت لي صوره واحده وانا عامل رابعه او وانا موجود في ميدان رابعه، انا هعمل لك اللي انت عايزه. ومش بس كده، ده انا اللي هروح اسلم نفسي بنفسي لاجهزه الدوله والمخابرات واقول لهم يا جماعه رمضان عنده حق، انا راجل ارهابي اقبضوا عليا. بيكمل بقى الاستاذ رمضان بيقول ايه: المحتوى المقدم في هذا الفيديو يحث على الفسق والفجور وإفساد الذوق العام وإخلال القيم الأسرية للدولة المصرية، المعاقب عليهم بنص المادة 178 من قانون العقوبات والمادة 269 مقرر بقانون رقم 11 لسنة 2011. لذلك التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا لوقف هذه المهزلة التي أصبحت وبال على مجتمعنا. انت هتقتلني يالا ولا ايه؟ ايه نظرة المجرمين دهيا؟ يعني انت شايف المحتوى اللي انا بقدمه على السوشيال ميديا هنا خطر على الدولة، والحاجات اللي بتظهر على الشاشات دي كلها عادي؟ يا اخي ربنا يريحك بعقلك. يا ريت انا عقلي كان مهوي ومفس زيك كده، والله كنت ارتحت من حاجات كتير يا اخي. بس عادي يا عم، كبر دماغك. ده واحد زي ما انا قايل دماغه مريحاه، اكيد الباقي اللي بيهاجمني اكيد دماغه مش مريحاه زي ما مريحه هذا الرمضان.